أهلا ومرحبا بكم الناس الكل. كيما شفتوا في العنوان، هذا أول فيديو ليا في القناة. دونك إذا أول مرة تشوفوني ما تنساوش تعملوا لي اشتراك وتشجعوني باللايك. نحب نعرفكم بروحي شوية. أنا اسمي نسرين، نحب الطبخ وكل ما يخص الطبخ والأكل. أما ساعات نفد بالكوجينة كيما نسي الكل بطبيعة. نحبوا ننوعوا، نحبوا نبعدوا شوية على روتين الكوجينة، الدبارات، الوصفات، على كل شيء نحبوا نبعدوا عليه الجو هذاك. دونك صحيح قناتي محتواها بالأساس هو الطبخ والوصفات، أما حبيت نزيد نضيف لها حاجة تخرجنا نحن شوية من جو متاع الكوجينة والتطيب والروتين هذاك اللي نحن كل يوم نعيشوا فيه وكل يوم مستنسين بيه وديجا فدينا منه. نحبوا ننوعوا شوية. دونك قلت علاش لا ما ندخلش حاجات جديدة للقناة. كيما مثلا نحكيو قصص متاع متتبعين هكا، قصص كسوا عاشوهم ولا قصص يعرفوهم، معناها قصص جدودنا، قصص عاشوهم معناها في الحياة الواقعية. عندها معناها تبدا متتبعة عندها مشكلة تحب تحكيها، ما بقاش لشكون تحكيها، تحب تحكيها في تعليق معناها تنجم تحكيها، واحنا نناقشوا المشكلة هذيك ونحاولوا نحكيو فيها ونناقشوها ونلقاو حل. علاش لا؟ دونك هذا هو. انا حبيت معناها القناة ما يكونش كان طبخ طبخ طبخ. وموا نبدلو شوية، نخرجوا من الروتين اللي استانسنا بيه كل يوم نعيشوا فيه. صحيح نحبوا وصفات جديدة ونتعلموا حاجات جديدة، وممكن فما برشا فيكم مبتدئات معناها ما دخلوش حتى مرة الكوجينة، ما فيها بيس يدخلوا ويتعلموا ويستفادوا من مشاكل غيرهم وقصص غيرهم. علاش لا؟ معناها حاجات دو بلوس ليهم هما، علاش لا؟ مش كان طبخ معناها. دونك لهنا كيما تشوفوا حبيت نشارك معاكم وصفتي. وصفتي اللي اخترت اليوم انه تكون الدبارة متاعي هي محمصة جارية، فيها طقس تساعد برشا. وش خير من حاجة جارية فالطقس ما يمشي معاه كان الجاري. دونك عملت محمصة مدبشة بالخضرة كيما تشوفوا، فيها سفناريا، لفة بطاطا، جبانة، فول، حمص، كل شيء اللي عندي حطيته. معناها تنجموا نتوما حاجات اخرين عندكم تحطوهم ولا تستغنيوا على حاجات معناها ما عندكمش منهم تنجموا ما تحطوهم به. لهنا نحب بالنسبة لأول مرة معناها مع بيت فما بنات ما يعرفوش أول مرة يطيبوا يحبوا يتعلموا، ولا ممكن ساعات فما بنات تقولك ماكلتي قد ما نعملها ما تجيش بنينة كيما نحب، ما تجيش موزوزة، ما تجيش محرحة، ما تجيش فيها البنة تحسها ماسطة. برشا يقولوا هكايا معناها، حتى في تلقاها واحدة تحكي لك هكا تقولك شبيه ماكلتي قد ما نطيب وراجلي ما تعجبوش، تلقاها ماكلتي ماسطة معناها. انا هنا جيت باش نعطيك معناها حكاراتي انا، معناها وصفتي انا والناس كل تشكر فيها. معناها كي نقول الناس كل معناها الناس كل سوف اللي ما يحبش برشا الحار. خاطر انا نحب الحقيقه الحار، نحب ماكلتي تجي موزوزه معناها نحب ماكله فيها الحروريه نتاعنا معناها نتاع العاده. خاطر بصراحه كي تبدا ماكله ما فيهاش كل حروره وكل توزويزه بصراحة تحسها ماسطة، ما فماش فرق بينها وبين ماكلة السبيطارات. هيك علاش أنا باش نعطيكم اليوم الوصفة متاعي وجربوها. علاش لا؟ كان تحبوا معناها تجربوا وصفة جديدة متاع المحمصة جارية مدبشة، علاش لا تجربوا وصفتي وتفكروني به. شنو الوصفة باش نعطيكم الوصفة به. هنا أنا حطيت الزيت، صبيت زيت تقريبا زوز كيسين هكاكا متوسطين متاع زيت، عينك ميزانك على كل. وحطيت اللحم بالطبيعة، اللحم العلوش والبصل اللي يتقليو مع بعضهم
هذيكم اول حاجة. من بعد كيما شفتم بكري حطيت مغرفة طماطم معجونة مش معبية باهي، معناها مش معبية على الاخر، سافا، مغرفة كبيرة، مش مليانة برشا، عادية، ومغرفة ونص، مغرفة ونص طماطم معجونة باهي. مغرفة ونص طماطم معجونة. بالنسبة للجيري انا ديما نعمل مغرفة ونص طماطم معجونة، فهمتوا؟ جربوها وتفكروا. مغرفة ونص طماطم معجونة وزدت عندي مغرفة هريسة عربي، حطيت مغرفة هريسة عربي، تبنى نزيد الهريسة العربي. اللي ما عندوش ينجم يستغنى عليها الهريسة العربي، مش مشكلة. به نحط انا الحكارات الفحات. شنو نحط نص مغرفة كبيرة ملح، نص مغرفة كبيرة ملح، تجي سافا راهو ما تقولش برشا ملح، لا تجي مريقلة على الاخر. من جربتها الوصفة بشهادة الجميع، معناها اللي يعرفوني ومن ما يعرفونيش، معناها مريقل ملحة جوابي. نص مغرفة كبيرة ملح، خاطر الجيري يزيد الماء، بيسكو يزيد الماء معناها الملوحة تنقص، فهمت؟ به نص مغرفة كبيرة ملح. وحطيت نحط انا كنت نحب الحار، نحط مغرفة ونص فلفل حار، فلفل معناها مسكيو مش حار، فلفل زينة. نحط مغرفة ونص مش معبية، مغرفة مش معبية ونص. نحب الحار، واللي ما يحبش الحار ينجم ينقص، يحط مغرفة، يحط مغرفة صغيرة كيما يحب هو. انا مغرفة صغيرة هذوك ما الحق ما يلعبوش معايا، انا من المغرفة وانتي طالعة معناها ما يهمنيش ناكلها كينا كيكة. مغرفة ونص قلنا فلفل زينة، نص مغرفة كبيرة ملح، مغرفة ونص فلفل زينة، مغرفة ونص طماطم معجونة، مغرفة كبيرة هريسة عربي. حطوا نص مغرفة تيبل وكروية، وربع مغرفة ولا مغرفة صغيرة كركم، ربع مغرفة كبيرة وإلا مغرفة صغيرة كركم به. ونخلطوهم مع بعضهم، خليهم يتقليو مع بعضهم، يتشحطوا مليح معناها مع بعضهم، يتقليو بالكدا قبل معناها نزيدولهم شوية ماء، شوية ماء باش ما يتحرقلناش معناها الفحات واللحم والبصل الكل، نزيدوه شوية ماء. وماذا بيكم الحمص حطوه من الاول، ما يصيرش يتقلى، خاطر الحمص كيسح، راسو كيسح، يحب الطياب، يحب من الاول يتحط معناها، مش تستنى من الماء يغلي، لا حطوه من الاول دو بريفيرونس من الاول. انا اللي نسيته من بعد تفكرته معناها وحطيته به. كيما تشوفوا خليط يتشح معناها يتقليو مليح، هكا زدت شويه الماء باش ما تتحرقليش، باش ما نخلط باش ما تشدليش في الكاسرونه، في الطنجره. خلط مليح ولا من بعد خليها هكيك، نبقى نحرك مليح باش ما تتحرقليش. من بعد بالطبيعة باش دوب تتقلى هكا مليح، حكيت هكيكا دريج هكيكا، ولا حتى أقل 4 دقايق 3 دقايق تتقلى. نزيدو نمرقوها معناها نمرقوها سي بون. بعد ما تتقلى مليح نمرقوها بالماء بالكدا معناها للطنجرة للآخر، معناها نحاول نمرقوها للآخر باش بعد كي يغلي الماء باش نزيدو لها الخضرة هذيك الكل، باش نزيدو لها السفنارية واللفت والبطاطا والجلبانة والفول واللي عنده، تنجم تحط اللي عندك معناها، تنجم تحط فول مصري، تنجم تحط عدس. انا كان جا عندي عدس راني حطيته معناها، نجم تحط عدس، فول مصري، في عود الفول الاخضر، اللي موجود عندك في الدار تنجم تحطه، ما فماش حتى مشكله معناها. وبالطبيعه الفلفل الاخضر هذيك قرن الفلفل هذيك في الاخر ما نستغنيوش عليه هذيك يزيد الطنجره بنه على بنه معناها، هذيك الفلفل هذيك القرن هذيك ما نستغنيش عليه هنا به. هاي قاعدة تقلي
نزيد بارامون تقلي بيه لهني تقريبا باش باش نمرقها سي بون. باش نمرقها تقريبا نسيتها الطنجرة لهنا خليتها تقلي وحدها، اما زدت لها كوميم يعني كمية باهية متاع مية باش تتقلي فيها معني مش من جوست هكاك القلية الأولى هكاكا باهية معني باش البنة غاديك البنة غادي لاستوس غاديكا معني فك التقلي هذيك فهمتوني. لاستوس غاديكا فما عباد ديريكت تبدا تمرق ديريكت تك 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 حاطط اللحم حاطط البصل حاطط كل شيء تاك مرقة ديريكت معناها ميم با تخليه تشحط شوية معناها الطماطم واللفحات هكي يدخلوا في بعضهم ما يخليوهمش ديريكت تمشي تمرق معناها غاديك اللي من المستحسن تخليها تتقلى شوية قبل ما تزيد الماء قبل معناها ما تمرقها كومبليتمون تخليها كيكة هنا هاني زدت الماء سي بون زدتو للاخر اخر طنجرة معناها سي بون باش كي يبدا يغلي نرمي ديريكت الخضرة معناها نرمي هذيك الخضرة هذيك الكل باش تجيب في عقلها سلة سلة ننسيها انا غادي طنجرة نخليها تجيب نحركها نتفكرها كاين من بعد معناها نحط لها دوما تغلي معناها نحط لها الخضرة ومن بعد بالطبيعة كي قريبة تجيب باش نحط لها كي تجيب الخضرة معناها سي بون تشد روحها ونشوفها هكا حتى بيدي من بعد تشوفوا شوفها هكا بيدي سي بون نص الحمص طاب سفناريا اللي هي كيس حار طابت الفول كذا طاب يسوفي طاب وسي بون وقت نحط المحمصة نرمي المحمصة بالطبيعة ونبقى ديما نحرك ما ننساهش خاطر المحمصة تشد. انا نحط تقريبا 3 حفنات ونص هكاك بيدايا معناها بعينيا معناها عينك ميزانك انت 3 عقعتي تكينا ببخي تحط 3 حفنات ونص هكاكا وانت شنو تحب الكمية اللي تحب تحطها حطها نحط 3 حفنات ونص هكا في يدي تجيني الحق بارفيت معناها تقعد لي فتوة عشام مريقلة جوها باهي وتبقى ديما تحرك فيه باش ما توحلكش خاطر المحمصة ماك تعرف تبذر ما توحلكش في قعر الطنجرة معناها من بعد خاطر كان وحلتك في قعر الطنجرة مشكلة من بعد مشكلة كبيرة مش باش يخلصها من اللوط صاي تشد لك وقتها وتطلع ريحة الحريق وتاكل بعضها معناها رد بالك لهنا ركز مليح امورك هاني يعني كيما تشوفوا قلت لكم انا نسيت الحمص ما حطيتوش من الاول حطيته توا بديتش تغلي راهو طنجرة راني حطيته من الاول معناها خاطر هذيك تحطه من الاول اكس حاجة هو الحمص وانا الحق الحمص نحبه هيبي زبدة ما نحبوش راسو كيسح يعني في الماكلة يلزمو من الاول يتحط كان لازم معناها دوما تبدا تقلي طنجرة تحط الحمص معناها معاه فوالا دونك لهني لهني بعد ما حطينا الخضرة حطيتها الخضرة الكل كما تشوفوا من بعد ما غلي الماء تحطت الخضرة الكل نحركو مليح ديما نحركو مش صاي ننساوها الطنجرة خاطر جاري وزدنا الماء لي ما تنساش الطنجرة ديما ماذا بك تتفقد هكا نتفقد في الخضرة ريت نتفقد في السفنارية بيدايا ننزل عليها سخونة لمحالة تحرقت وشطت ننزل عليها كي بداية في حسيتها هبيت سي بون في يديا معناها يعني سي بون الخضرة طابت الكل كان السفنارية طابت راهو الاخرين كلهم طابوا لهنا هاني عملت المحمصة هذيا وردة الحق المحمصات الكل باهيين انا ما عنديش مشكلة معناها وردة ولا غير وردة المهم ها كنحط حفنة 2 3 ونص هاكي كبيدة يا عيني ميزان 3 حفنات ونص محمصة دوبا سي معناها طابت الخضرة سي بون الحمص وكل شيء طاب نرمي 3 حفنات ونص محمصة ونحرك سورتو لهنا اللي طاب هذي ردوا بيكم راهي تشد المحمصة تقعد في القعر نتاع الطنجرة تشد لازم كل مقرونة معناها
كي كنت تسلق المقرونة كي تسمطها ما تغفلش عليها، لازمك ديما تحركها باش ما تلصقش وتشد في بعضها وتلكس. كيف لهنا المحمصة لازمك ديما تتفقدها وتحركها ما تنساهيش، معناها سينو تلكز وتشد في قعر الطنجرة مشكلة وقتها، مشكلة تشم كان ريحة الشياط وقتها. دونك هنا ردوا بالكم، هيك تغلي جوها أحلى جو. زدت الماء خاطر حسيته ما باش ياخو راحتها الطنجرة هو معناها توت فاسون الجيري قد ما تزيدو الماء قد ما خير معناها. انا طنجرتي غير صغيرة راه مش كبيرة برشا. كي جات كبيرة برشا ممكن يضركم نيفو نتاع الماء أقل من هكاكا. طنجرتي صغيرة ماهيش متاع جيري معناها، مش متاع جيري، نورمالمون جيري نحطو في حاجة أكبر من هكاكا باش يجي بارفي. انا ما ديما معناها كي تبدا حاجة جيري نزيدلها الماء على الآخر خاطر طنجرة صغيرة وهو اسمه جيري معناها لازم تجي جيرية متجيش عاقدة مش عصيدة هي. المجاري باش يجي جاري على الاخر معناها غاديك مش غاديك وتبدا جارية خاطر هو نعرفو المحمصة تبذر من بعد فهمت تبذر ومن بعد تزيد تبيت تزيد تعقاد معناها. دونك من المستحسن نخليو معناها نزيدو قد ما نزيدو الماء قد ما خير معناها باش تجي جارية، وحتى كي من بعد تبيت وتعقاد ما تعقادش برشا تولي كاينها مقرونة بالصلصة لا، أو تبقى محمصة جارية يعني كي تسخنها تبقى جارية كيما هكا كيما تشوفوا هكا التكستور نتاعها كيما هكاكا سافا، كيما هكاكا سافا. نحطو كل شيء مع بعضو، نحطو طرف اللحم نتاعنا وقرينك الفلفل على جنب ونرشو عليها كرشة المعدنوس هذيك البنة والمنظر كل شيء في فك المنظر هذاك نتاع المعدنوس كي ترش ملا منظر سيلو يزيد منظر. يزيد بالحق يعطي منظر ويعطي مش نورمال يعني شهيك معناه يقولك العين تأكل قبل الفم أحيانا يظهر لي هكا كي مانيش غالطة هاي هكيك. المهم هذه هي المحمصة نتاعنا حضرت سيبون. شقولكم فك الزين شقولكم فيها كي نحكيكم على البن.